في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أول خطوة من خطوات تطبيق المنهج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، وهي تحديد المشكلة أو الظاهرة، وعرفنا إزاي نحدد الظاهرة اللي احنا هنتكلم عليها ونطلع منها بسؤال البحث بتاعنا. في الحلقة دي هنتكلم على تاني خطوة، مراجعة الأدبيات. بعد ما خلاص حددت المشكلة أو الظاهرة، بتبدأ تشوف إذا كان في حد قبل كده عمل بحث في الموضوع ده ولا أنت أول واحد هتدوس فيه. ودورك في المرحلة دي هو أنت تدور على كل الحاجات اللي ليها علاقة بالموضوع اللي أنت هتدرسه. مقالات، تقارير منظمات، تقارير حكومات، دراسات تانية، أبحاث تانية كده. وانت بتدور ممكن يقابلك مصطلحات زي مصادر أولية أو مصادر ثانوية. المصادر الأولية المقصود بها البحث الأصلي اللي اتعمل في الموضوع، أما المصادر الثانوية فهي التحليلات والآراء اللي اتعملت على البحث ده. وبكده هيبقى واضح قدامك ومن قبل ما تبدأ الآراء والأبحاث المختلفة اللي ليها علاقة بالموضوع اللي انت عايز تدرسه، وتشوف ازاي تستفيد منها. فتبقى عارف وانت بتكتب البحث بتاعك ان النقطة دي مثلا كان ضدها فلان الفلاني، فتعرضها وتقول انت ليه مش موافق عليها. أو مثلا حد قال وجهة نظر انت مقتنع بيها وعايز تبني عليها فكرة معينة. ممكن ده يساعدك برضه في انك تبقى عارف الناس اللي بحثت قبلك في الموضوع ده وقفت فين، فتوفر وقتك ومجهودك وما تتعبش نفسك في اثبات او استنتاج حاجات اتعملت قبل كده من ناس تانيين. مهم برضه لو لقيت حد بحث في موضوع او ظاهرة انت عايز تدرسها، انك تاخد بالك من السنة اللي درس فيها الظاهرة دي وتعرف ايه الظروف والاحداث اللي كانت موجودة ساعتها، عشان تبقى الصورة واضحة قدامك وتفهم الدافع اللي خلاه يتكلم في الموضوع ده اصلا. فلو جبنا المثال بتاعنا، راح فين المثال بتاعنا؟ اللي هو ليه الأطفال بتسيب التعليم وتشتغل؟ هنشوف إذا كان في حد عمل بحث في الموضوع ده قبل كده ولا لأ. ولو لقينا حد عمل بحث هنقرا البحث كويس ونفهم وجهة نظره ونشوف إزاي نقدر نستفيد منها ونشوف إيه القيمة اللي إحنا ممكن نقدمها في البحث ما يكونش هو اتكلم عنها أو ركز عليها. ومش معنى إن أنت لقيت حد عمل بحث في الموضوع ده قبل كده إنك خلاص سيب الموضوع. بالعكس، قرايتك للبحث ده هتوسع من رؤيتك للموضوع وممكن تخليك تشوف حاجات أنت أصلا ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. وممكن يكون البحث ده أصلا مش صح، أو ممكن يكون مبني على بعض وجهات النظر اللي أنت مختلف معاها تماما. يعني مثلا لو لقيت كتير من اللي اتكلموا في الموضوع الأطفال اللي بتسيب التعليم ده شايفين إنه بيحصل عشان الأب معهوش فلوس وبيكون تركيزهم على الجانب المالي، وأنت شايف إن الموضوع له علاقة أكتر بفشل النظام التعليمي في إنه يؤدي الغرض بتاعه، فبالتالي الأب بيشوف إن المدرسة ملهاش لازمة، ودي تبقى النقطة اللي أنت هتبتدي من خلالها البحث بتاعك. وساعتها ممكن تظهر قدامك تساؤلات جديدة زي مثلا إزاي نخلي التعليم أحسن. بعد ما خلاص قريت الابحاث اللي ليها علاقه بالموضوع او المشكله اللي انت عايز تدرسها، بترجع وتشوف اذا كانت وجهه نظرك اتغيرت او وضحت لك حاجات ما كانتش واضحه لك قبل كده ولا لا. اما لو لقيت ان مفيش حد عمل بحث في الموضوع ده قبل كده، فخلاص هتمشي عادي جدا وهتبدا تجمع معلومات عن السؤال بتاع البحث بتاعك. ودي الخطوه اللي جايه. في الحلقه دي اتكلمنا عن الخطوه الثانيه وهي مراجعه الادبيات، وشوفنا ازاي ممكن نستفيد بالابحاث اللي اتعملت قبل كده في الظاهره اللي انا عايز اتكلم عنها. في الحلقه الجايه هنتكلم عن الخطوه الثالثه وهي اجراء البحث نفسه. مطلوب منك بعد ما حددت الظاهرة أو الموضوع اللي هتتكلم عنه تقرأ على الأقل مقالتين في الموضوع ده فيهم وجهات نظر مختلفة. ابعت لنا كومنت على الفيديو ده وقول لنا إيه اللي أنت اكتشفته وأنهي رأي فيهم عجبك أكتر وليه.